البطالة بيحاربها، الكفاح هو النجاح. ما يعرفوش ان الشعب ده له شعار ان هو بيتصرف وبيعرف يمشي اموره في كل مكان، ان هو لما الحاجه تغلى ممكن ما يشتريهاش وينساها، والبيضه اللي ب6 جنيه تبقى ب3 جنيه ونفكر يجيبها كمان. ما يعرفوش ان الشعب ده قد كل حاجه. ما يعرفوش ان الشعب ده شعب التضحيات، شعب 7000 سنه حضاره. ما يعرفوش ان الشعب ده قيادة وجيش وشرطة ومخابرات وشعب، كلهم اخوات واصحاب. الضابط محمد والنقيب محمود والمهندس علي جيران في عمارة واحدة، والصبح بيصبحوا على بعض. صباح الفل يا باشا، صباح الخير يا هندسة، كل سنة وانت طيب. وفي الأعياد اخوات واصحاب. معرفوش ان مصر بلد القانون، بلد الحريات، بلد الامن والامان، اللي جاي لها الناس من كل مكان عشان يحسوا بالامان. عرفت ليه بقول لك اكتب تحيا مصر؟ اكتب تحيا مصر، خليك فخور ببلدك واكتب تحيا مصر. تحيا مصر العظيمة القوية، تحيا مصر ام الدنيا، تحيا مصر راعية السلام، تحيا مصر اللي بتصنع سلاح وطيارات وبتجيب سلاحها من كل مكان. تحيا مصر شامخة، تحيا مصر وارفع راسك فوق واكتب تحيا مصر. معرفوش ان الشعب ده مفيش غلا بيأثر فيه، مفيش اي حاجة بتأثر فيه، بيتصرف لنفسه في شغلانة واتنين وتلاتة ويعرف يجيب الجنيه كمان. ما يعرفوش ان الاستاذة ايمان اللي مرتبها يا عيني على القد في القطاع الخاص وبتخلص الساعة 3، وبعد ما بتخلص بتشتغل كمان في مكتب محامي بيتلخص له كل القواضي. اصلها دارسه قانون كمان، اصلها دارسه قانون كمان. واللي بتاخده من المكتب المحاماه بتشيله وتخش بيه جمعيات وتجهز بنتها سناء ولاء، وكمان اشترت شقه تمليك من جمعياتها وشطرتها. وجوزها معلش غير ان هو يشتغل ويدفع لجار ويروق على البيت كمان. ما عرفوش ان الشعب ده شعب مكافح مجاهد في حروب وقت الجد على قلب رجل واحد، في تحديات بيبقى قدها في ظهر قيادته ورئيسه وجيشه وشعبه. ما يعرفوش ان الشعب ده بيحافظ على مقدرات بلده. ما يعرفوش ان الشعب ده مهما نتكلم الفتن وزاد العملاء ومهما زادت الفتن هو عنده وعي، عنده وعي وعنده فهم. محارقكم كلمة تحيا مصر. طب تحيا مصر، والله تحيا مصر، مصر القوية، تحيا مصر، تحيا مصر.